يا مساء الخير وصباح الخير اخواتي، ازيكم عاملين ايه دلوقتي؟ وكل سنه وانتم طيبين واحنا في رمضان. دلوقتي طلب مني 2 سموزي بينا كولادا، يعني اناناس على جوز الهند. تعالوا كده ما نعرف بيتعمل ازاي. اول حاجه هنجيب في معيار كوبايتين من التلج يكونوا مليانين قوي، يعني كوبايتين كده يكونوا مليانين تلج، وننزل بيهم في الخلاط. تمام كده. بعد كده هنقوم حاطين على كوبايتين 60 جرام من فليفر الاناناس، ولو موجود قطع اناناس اللي هي الطبيعي ممكن يغني عن الفليفر. تمام قوي. بعد كده هنقوم نازلين ب 40 جرام من صوص جوز الهند. صوص جوز الهند، لو مفيش صوص جوز الهند من ده ممكن نحط جوز هندي عادي خالص، يعني عادي خالص، هو هيتضرب مع السموزي. بعد كده هنقوم نازلين بالسكر. السكر حطينا كده 4 معالق سكر على كوبايتين، والسكر حسب رغبة. بعد كده هنقوم نازلين بكوبايتين، بكوباية يعني نص كوباية مية على كوبايتين لسموزي الأناناس. نص كوبايه كده تكون مظبوطه قوي. ليه؟ لان التلج لما بيتجرش معانا طبعا بيكتر معانا، وهيطلع لنا كوبايتين بالظبط. بعد كده هنقوم حاطينه في الخلاط وسايبينه يتضرب لمده كده 25 ثانيه. انا هوريكم دلوقتي القوام بتاعه عامل ازاي، والقوام المطلوب ده اللي نقدر نعمله في البيت. 2 سموزي بينا كولادا، يعني صوص اناناس مع صوص جوز هند. طبعا لو مفيش الكلام ده ممكن نحط قطع اناناس طبيعي، ونحط مثلا جوز هند طبيعي برضو. بعد كده هنقوم جايبين كوبايتين شفاف، وهنقوم مجرنشين كده بيهم. هنجرنش بيهم شويه صوص اناناس، وهننزل بقى كده بالبينا كولادا. طبعا زي ما انتم شايفين هو نازل تقيل اهو، وهو ده القوام بتاع السموزي. يعني ده في اي مكان بره ممكن يعمل له 30 40 جنيه، في البيت مش هيكلفنا اصلا ربع المبلغ خالص، وهنتبسط وهنشرب لينا ولحبايبنا وضيوفنا ولاولادنا كمان لو حابين. تمام قوي. 2 سموزي بينا كولادا، حاجه كده عظمه. ما تنسوش بقى اللي اتفرج على الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه يا ريت تشتركوا بسرعه علشان ما يفوتوش كل جديد احنا بنقدمه. وكل سنه وانتم طيبين، وبس خلاص.